ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على مين المدرب الافضل من بين ديلافوينتي والمدرب التاني بتاع صربيا. الصراحه عشان اسمه تقيل يعني مش هينفع انطقه خالص. المهم يا اخواتي هقول لك على افضل مدرب ما بينهم، وهنقارن الخطوات بتاعتهم، وهنقارن بيقوي اللعيبه، ده بيقوي في ايه وده بيقوي في ايه. فيا اخواتي من غير كتير ومن غير ما اطول عليكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك، وتصلي على محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو من كل اصحابك واخواتك، وتنزل تنضم لجروب التيلي عشان عم بنعمل هناك مسابقات وبنعمل تحديات وبنعمل حاجات جامده جدا جدا هناك. وبننشر اغلبيه التسريبات، يعني كل التسريبات اللي بننشرها هنا بتكون منشوره هناك قبلها بساعات كتير قبل الفيديو يعني. فما تنساش تنضم لجروب التيلي. وبس كده، تعالى اقول لك على الطاقات او الفرق ما بين المدربين الجداد. اوكي يا اخواتي، وهو معانا دولافوينتي ومعانا المدرب التاني بتاع صربيا. تمام يا اخواتي. اوكي، اول حاجه هنخش نشرح الطاقات بتاعه الاتنين المدربين، بعد كده هنقول لكم ايه افضل الحاجات اللي فيهم وايه العيوب وايه المميزات وكده يعني. تمام يا اخواتي. اوكي، اول واحد معانا هو ديلافوينتي. تمام، بيلعب باسلوب الاستحواذ على اللعب 88 والكرات العرضيه 88. حلو حلو حلو. كده يعتبر هو اقوى مدرب في الكرات العرضيه. تمام تمام. وفي الاستحواذ على اللعب زي نسخة جوارديولا اللي هي بتاعت جي بي، بس ده يختلف عن نسخة جوارديولا بتاعت جي بي في انه اعلى في الكرات العرضية. تمام، يعني ينفع تلعب باسلوبين لعب في مباراة واحدة. يعني مثلا انت بتلعب باستحواذ والخصم كان دفاعاته متقفلة وكده وكله ومعرفتش تجيب اهداف وكده، ممكن مثلا الشوط التاني تغير طريقة اللعب تخليها الكرات العرضية. تمام، فيعني يبقى معاك ايه خطتين، يعتبر تشكيلتين، مثلا تشكيلة الشوط الاول وتشكيلة الشوط التاني. فده اللي حلو في المدربين هما الاتنين اللي نزلوا الجداد. تمام، وبيدي اللاعبين الناشئين 200%. تمام، اللي هم اعلى من 23 سنة، وبيدوهم واحدة في التسارع. تمام يا اخواتي، ده بالنسبة لدولا فوينتي. تمام، مدرب اسبانيا. تمام، نيجي لمدرب صربيا بقى اللي هو ستوتشكوف، ما عارف اسمه ايه ده. بيلعب هجمة مرتدة سريعة 88. اقف لي هنا بقى، ده اعلى مدرب بيلعب هجمة مرتدة سريعة في بيس من اول ما بدأت لحد دلوقتي. اعلى مدرب بيلعب ب 88 هجمة مرتدة سريعة، وبيلعب 88 كرات عرضية. يعني يا اخواتي بص، يعني نفس اللي حكينا عن درافوينتي، بس ده يعتبر افضل مدرب نزل في الهجمة المرتدة السريعة والكرات العرضية مع بعض. يعني انت مستوعب، احنا من زمان يعني الناس اللي كانت بتلعب هجمة مرتدة سريعة وغيرت الاستحواذ عشان الريت بتاع اللعبة يعلى. يعني فترة طويلة لحد ما اتعلمت، وفضلنا فترة كبيرة عشان نتعود على الاستحواذ على اللعب. تمام يا اخواتي، فيعني ده نزل حللنا جميع المشاكل. والصراحة مدرب جامد جدا 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 كمان. يعني الصراحة المدرب جامد بطريقة غبية. يعني 88 هجمة مرتدة سريعة، 88 كرة عرضية، ولا تقول لي بقى تشافي الونسو، ولا تقول لي بقى مش عارف مين على مين على كلوب. بص مفيش، ده ختم الهجمة المرتدة، ختم التدريب في اللعبة حرفيا. اوكي، وبيدي لاعبين الهجوم 400%، وبيدي واحدة في قوة الركل. تمام، فيعني المدرب جامد 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 بأمانة. اوكي، وبكده اكون قلت لك على الطاقات بتاعتهم هما الاتنين، وهما الاتنين بيعملوا ايه والمميزات بتاعتهم وكده يعني. تعال اقول لك بقى مين الاحسن فيهم. هما المفروض اصلا ما يتقارنوش ببعض، بس يعني الافضل فيهم من ناحيتي انا بالنسبه لنا اللي هو مدرب صربيا، لانه مفيش مدرب بيلعب هجمه مرتده سريعه وبيعمل اللي هو بيعمله ده. بيلعب هجمه مرتده سريعه جامد جدا 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 يا اخواتي. والصراحة المدرب يعني حاجة بص أسطورية، حاجة خرافية. بص اللي عايز تقوله عنه قوله، يعني هو بيلعب حاجات وبيعمل حاجات يعني أسطورية. ومعانا ديلافوينتي برضه يا اخواتي كويس، يعني مش اللي هو وحش، لاعب برضه، قصدي مدرب كويس برضه يا اخواتي. اوكي يا اخواتي. اوكي، بالنسبة لي انا بقى المدرب الافضل اللي هو بتاع صربيا. اما بقى لو انت معاك نسخة جوارديولا البيزك تمام، وبتحب اسلوب الهجمة المرتدة السريعة، فانصحك تشتري بتاع صربيا. اما بقى لو حابب تجرب ومعاك كوينز مثلا تشتري، انصحك تشتري الاتنين طبعا وانت مغمض، لان الاتنين جامدين جدا 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 جدا، وجامدين بطريقه غبيه هما الاتنين الصراحه يا اخواتي. فيعني بالصراحه الناس كتير بتقولك ديلافوينتي ومش عارف ايه وي 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 وي، بس يعني في نص جوارديولا البيزك حضرتك بتلعب 88، وممكن تشتري واحد زي تخل قصدي بيلعب 87 في اللي هو الكرات العرضيه. يعني انت مش هتحتاجه قوي، فانا انصحك باللي هو المدرب بتاع صربيا ده، لانه بيلعب بص هجمه مرتده سريعه 88 مفيش حد بيلعبها، والكرات العرضيه كمان 88، يعني تدخل 87 بس.
فيعني يا اخوات انصحك تشتري مدرب صربيا، وانت برضو رايك برضو، بس نصيحه مني يعني انك تشتري مدرب صربيا. وبس كده كنت قلت لك على افضل مدرب من المدربين الجداد اللي نزلوا معانا. فما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك، وصلى على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو من كل اصحابك واخواتك. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.